هذوما طلبة معهد الرياضة بقفصة. شوفوا الظروف اللي قاعدين يعدوا فيها وقاعدين في الكومبيتيشن بتاعهم. ظروف قاسية. شوفوا ظروف قاسية. ظروف قاسية. هذوما اون برانسيب باش ياخذوا مشعل نهار اخر باش يأطروا طلبة ويأطروا تلامذة. شوفوا فاش يعدوا. هذا ملعب الجمودي. هذا باهي باهي باهي. هذا ملعب الجمودي. الكومبيتيسيون هذه خليج. شوف. باهي باهي شكون تاع تو؟ هذا ستان باركور. باهي كراب. رئيس كريدي مونتير. طلبة المعهد العالي للرياضة بقرصة. شوفوا الظروف اللي قاعدين يعدوا فيها ويتكونوا فيها. شوف الأستاذ الأول مقرر مع العالي الرياضة التربوية في قفصة. طبعا يقوم بدور مشرف على مبادئ البيداغوجيا التطبيقية في معهد الرياضة والتربية البدنية تخص الحصة السنوية مخصصة هيئة تلامذة المؤسسة باش يقوم بحصص في إطار البيداغوجيا التطبيقية على أساس تمهد لهم لاختيار التربص باش يقوموا به في السنة القادمة، يعني في السنة الثالثة، على أساس أنهم يقوموا بتربص يمتد السنة الدراسية كاملة في أحد المؤسسات التربوية. وطبعا باش يواجهوا من خلال الوضعية اللي متوفرة لهم الآن نفس الوضعيات مغايرة نسبيا ولا كليا فيما يخص ظروف العمل في المؤسسة باش بالتربص. بالنسبة للظروف اللي متوفرة كيف ما نشوف مبدئيا معناها المقفز حاجة لعناية أكثر، حاجة لصيانة أكثر، رواق العضو التحفزي لأن ما فماش تصدير تقريبا في مستوى يقوم بالحركة. ديما الواحد يد على قلبه خاطر يخاف ما يصيرش حادث على مستوى الأربطة ولا الأوتار والمفاصل. وبالتالي الإنسان وهو يعمل ديما يطلب ربي باش التلامذة يخدموا في أمن وأمان على أساس أن ضمان أمن التلاميذ وسلامتهم هو أهم شيء. انت هشام في الصدد ما اثرتوش المشاغل نتاعكم هذيك كإطار تربوي وقاعد تعد ربما معناتها في اطر باش معناتها تخرج اجيال. المشاغل هذه وصلتوهاش لذوي الشأن؟ الحل الجذري يتمثل في وضع أسس مؤسسة تربوية يكون مقرها حتى ما عندناش مقر. وبالتالي تقريبا الطلبة مقر وحيد هو اللي يدرسوا فيه المواد النظرية. بقاها بالنسبة للفضاءات المتوفرة بصدق عاونونا برشا. بالنسبة للميدان نستغلوه معناها سنويا، لكن طبعا ننظر لمصلحة الفرق المدنية أيضا، يعني الاستغلال يكون كان في الحصص الصباحية. استثناء اليوم بالنسبة لحصة المبادئ البيداغوجية التطبيقية نستعملوا في الميدان كذلك، يعني خارج ميدان كرة القدم نستعملوا فيه في الحصص المسائية. بالنسبة كذلك لمركز ألعاب القوى نستغلوا فيه. القاع المغطاة نستغلوا. ما عندكش مشكلة أنت توسي هشام في الصدد هذا؟ والله المشكلة هي تتمثل في تراكم نشاطات في فضاء مضيق. مثلا زملائي في القاع المغطاة تعاطوا الأكثر ما يخص كرة الطايرة والجمباز والأيروبيك كلهم في فضاء محدود جدا اللي هو أرضية ميدان كورتيا. تقريبا يأثر بدرجة كبيرة هذا على مستوى التكوين والطلبة، لكن ما عندنا حتى حل آخر. نحاول مدير المؤسسة جديدة السنة خاطر مسمى جديد من توفير فضاءات أخرى بالتنسيق مع المسؤولين تاع الإنشاء
بعض نقولوها حل من الحلول، لكن بحاجه الى صيانه ايضا ما ننسوش هذا. بالنسبه لقاع المغطاة كذلك حاولنا باش نستغلوا دار الشباب، قاعدين نستغلوا في دار الشباب، لكن الارضيه هي بيدها في حاجه الى صيانه، وبالتالي ظروف العمل مش نكونوا واضحين مع بعضنا. كل واحد ديما مهما تكون ظروف العمل يطمح الى افضل، فبالك احنا معناها الامكانيات متوفره سواء كان من ناحيه الكميه، معناها لا تفي بالحاجه، من ناحيه الكيفيه لا تفي بالحاجه ايضا.